هلو يا جماعة، welcome to my channel. النهاردة هاخدكم معايا في فلوج نكتشف بيها كوريا مع بعض. انا هنا كنت بدرس في المركز الثقافي الكوري، كان عندي كورس، انا ليفل 6 باي ذا واي. حابة اتكلم النهاردة ان في ناس كتيرة شايفة ان كوريا عبارة عن كيبوب بس في وجهة نظري هي اكبر من كده بكتير. وتعالوا نشوف ايه الجيرني بتاعت النهارده انا في المركز الثقافي الكوري، والمفروض ان في فعاليه الكي فود اكاديمي، فهاخدكم معايا النهارده بقى ونشوف ايه اللي بيحصل جوه. اوكي، يلا بينا. كل مره في الكي فود اكاديمي بنجرب اشهر اكلات مدينه معينه، ومدينه المره دي كانت تشونبوك هي مدينه معروفه باشهر اكلاتها، وهما البيبيمباب، الكيمباب، والكامزاتون. نبتدي نغير النبرة شوية عشان ما تناموش مني. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، احنا جايبين مقاديرنا كلها، وبنبدأ بقى ايه، نلف او مش نلف، بنبدأ ناخد الرز ده بيبقى رز معجن عشان دي طريقة الكوريين يعني، وبنبدأ نفرده على ورق السيويد بالشكل ده. واهم حاجة ناخد بالنا ان اخر الورقة برضو يبقى فيها رز بالشكل ده عشان نعرف نلفها صح. وهنا بقى بنبدأ نحط الحشو بتاعنا، وكان عبارة عن بيض وفجل، والفجل ده عامة يا جماعة طعمه تحفة، وجزر. بس عامة مش شرط يكون الحشو ده، هما عندهم كمان يعني ممكن يحشوها لحمة، فراخ، تونة، اي حاجة. ونبدأ بقى هنا نلفها. بصوا يا جماعة الرول طالع تحفة ازاي. بنبدأ ندهنه زيت سمسم، وبعدها بنرش عليه شوية سمسم من فوق كده. تحفة. ده انا ونوران صاحبتي بنسلم عليكم عادي. المفروض ان احنا بنجيب السكينة ونحط عليها برضو زيت سمسم، وبعد كده بنبدأ نقطعه بالراحة زي ما انتوا شايفين كده. بس خطوة زيت السمسم دي من اهم الخطوات. Oh my God! Wow! وبكده يكون خلص الكيمباب، واظن يا جماعة ان مفيش اسهل من كده. شايفين احنا هنا كنا بنحط الاكل على الترابيزة عشان نبدأ ناكل سوا، وهنا بقى بدأوا ان هم يقدموا الشهادات للناس اللي شاركت في الفعالية دي. وبجد كان يوم تحفة يا جماعة، بجد لازم تقدموا وتجربوا الاكسبيرينس دي بنفسكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. صحيح ما ينفعش ننسى ان انا قلبت المريالة من واحدة صاحبتي.